صدمة كانت كبيرة في كأس الكاف بعد هزيمة النادي الرياضي القسنطيني سهرة اليوم أمام نهضة بركان برباعية كاملة 4-0 في مباراة كان فيها النادي الرياضي القسنطيني خارج الإطار قبل لقاء العودة الأحد المقبل بملعب الشهيد حملاوي محمد قاسي سعيد. حضرنا اليوم للقاء لم ينطلق فيه بقوة أشبال مضوي 14 ثانية الهدف الأول، بعدها هدف ثاني، ثم في الشوط الثاني أيضا ثنائية رباعية كاملة تجعل من حظوظ التأهل أو البقاء في البحث عن التأهل ضئيلة وضئيلة جدا. محمد، رغم أن يعني الاتحادية على رأسها السيد وليد صادي يعني حط شباب قسنطينة في ظروف رائعة في سيدي موسى، التحضيرات كانت في المستوى، ولكن احنا تكلمنا رضوان تكلمنا على هذا الفريق تاع نهضة بركان. نهضة بركان قلنا بأنه فريق قوي حائز على البطولة، فريق قوي جدا، فريق اللي عنده 60 نقطة يعني هرب على الوصيف ب 18 نقطة رضوان. نعم، شفت بعض المقابلات تاعو في كاس الكاف درنا نتائج ايجابيه. اليوم شباب قسنطينه كان خارج النطاق، مونك دو كونسونطراسيون خاصه في الدقائق الاولى. هل ما حضرناش، ما نقولش من ناحيه كما قلت انت التحضير اللوجستيكي، نتكلم على التحضير او دراسه المنافس، هل ما درسناش جيدا المنافس ام المنافس كان اقوى وهذه هي كره القدم، ام اننا احترمنا كثير نهضة بركان اكثر من اللازم؟ ماهيش قضيه باش يسجلوا لك في 14 ثانيه، يعني سي المونك دو كونسونطراسيون في كره القدم. رضوان كل ما تدخل تلعب في المقابله يقول لك، خاصه لما تلعب هذا النوع تاع المباراه هذوما، يقول لك المدربين يقول للاعبين تاعهم حذارين 15 دقيقه الاولى، يعني اذا ما تلقيش في ال 15 دقيقه الاولى هدف تنجم تلعب المقابله، ولكن هما لو مونك دو كونسونطراسيون تاعهم يعني شفنا الاهداف كيفاش سجل، خاصه الهدف الاول. نظن باللي اليوم شباب قسنطينه كان يعني خارج النطاق، لعب امام فريق قوي اللي هو نهضة بركان، ونظن باللي هذا هو الحد تاع شباب قسنطينه، يعني نصف نهائي ديجا تاهل تاريخي. تاهل تاريخي، تبقى مقابله العوده لازم على الاقل الفريق يخرج بشرف. ما الوجه امين اكساس، كيف وجدت مواجهه اليوم؟ الفريق لم يحسن استغلال ربما الظروف الرائعه التي حضر فيها هنا في الجزائر وحتى في المغرب. شاهدنا اخطاء بدائيه من ناحيه وسط الدفاع، وسط الميدان لم يكن اليوم في المستوى رغم العوده شيئا ما في الشوط الثاني، ولكن الفريق شاهدنا بانه كان دون ان جور سون. لا حقيقة مردوان اليوم شباب قسنطينة ما دخلش في المباراة